في يوم من الأيام، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي في السوق متخفيا بين الناس، يريد أن يرى كيف حال المسلمين وكيف يتصرف الناس في حياته اليومية. وقف عند بائع يبيع تمرا، فسأله عمر: بكم التمر؟ قال البائع: كيس التمر ب10 دراهم. أخرج عمر بعض النقود وقال: خذ هذا الكيس، ثم أخذ من التمر قليلا وأكل. بعد فترة، عاد عمر مرة أخرى وسأل البائع: هل أكلت من التمر؟ أجابه البائع: نعم، لكنك لم تدفع ثمنه كله. ابتسم عمر وقال: الحمد لله، لأنني لم أدفع عنه ثمنه بعد. هذه القصة تعلمنا أن الصدق مع الله أولاً، ومع الناس ثانياً، هو سر العزة والكرامة.